ازيكم؟ عايز اقول حاجه بس محدش يضحك. سمعنا يا عم الحدوته والوايت نايتس هنولع نار في ارضكم. ايه لازم ابدا بيها الفيديو. اخبار الحدوته ايه؟ صحيح جميله الحدوته صح؟ كانت حدوته اهم حاجه ان هي تكون حلوه مش ملتوته، ها فاهمني؟ ازيكم؟ فيديو جديد والنهارده هنتكلم عن الاهلي والزمالك واكتساح الاهلي للزمالك. بس قبل ما نبدا، لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك جميل كده زيك، نوصل الفيديو ده على اليوتيوب 500 لايك، عشان انا صراحه نفسي ارجع واستمر في موضوع الفيديوهات ده. بصراحه انتوا لو ساعدتوني في الموضوع ده انا هستمر لاكبر فتره ممكنه، حتى في الامتحانات. وفي التيك توك وصلنا 2000 لايك. لو ما عرفتوش 2000 لايك ممكن نخليها 500 لايك. وعلى اليوتيوب لو ما عرفتوش، انا قلت كام على اليوتيوب؟ على اليوتيوب ممكن 500. لو قلت 500 مثلا خليها يا عم 200. انا موافق ب 200. يوم اقرب يعني. يا ريت تعملوا لايك على الفيديوهات وتظبطوا الدنيا، شير كده وكومنتس لذيذه زيكم. نبدا بالزمالك عشان عمر قال لي توصل بلعيبه الزمالك. عينيا يا عمر، من عيوني. انت تؤمر، انت تؤمر وانا انفذ. حبيبي احلى تحيه ليك وهارد لك يا عم. خير في غيرها يا عم. انتوا كده كده هتاخدوا الدوري افريقيا، مش هتقعوا بنسبه كبيره يعني. الا اذا حصل في الامور امور انتوا وبيراميدز يعني. دي قصه تانيه. فانا صراحه شفت الزمالك النهارده ما جاش الماتش. من اول الجون للدفاع للحراء للوسط للهجوم للعيبه اللي نزلت، ما حسيتش الزمالك عايز يكسب. ما حسيتش اللعيبه بتاعته عايزه تموت نفسها عشان الجمهور وكده، والحاجات اللي كانت في الماتشات اللي قبل كده. حسيت لعيبه الزمالك هشه دفاعيا، مرهقه، ما تفهمش في ايه، متراخين في غرور برضه. ممكن برضه حسيت ان هم نازلين منهزمين، مش عارف ازاي. يعني انا الماتش ده قلتها كذا مره وهقولها كذا مره تاني. الماتش ده خارج التوقعات، حتى لو مين سيء ومين حلو يعني. ماتشات القمة عمرها ما تعرفها بمين حلو ومين وحش، فاهمني؟ ده اللي كان وحش ونزل ترقع على الزمالك تلاتة عادي جدا يعني، فاهمني؟ وشفت الزمالك ما عندوش حلول هجومية، مع الوسط مش أحسن حاجة، الدفاع مش أحسن حاجة، لعيبة يعني بصراحة. بصراحة يعني هقولها في سوري في اللفظ، يعني لعيبة عاقلة بصراحة في الماتش ده، مش رجالة. بأمانة يعني اللعيبة ما عملوش اللي عليهم ولا أدوا على الجمهور، ولا أدوا اللي عليهم عشان جماهيرهم، ولا أي حاجة. ما عملوش أي حاجة في الماتش الصراحة تذكر ولا تغفر لهم، غير الاتنين اللي حسيتهم كويسين، مهدي شوية ومحمد إسماعيل. بس الباقي ما حسيتهمش يعني. يعني شفت الزمالك ما عندوش أي حاجة يعني في الماتش، ما عندوش دوافع، ما عندوش أي حاجة بصراحة يقدمها. ليه كده؟ معرفش يعني. أنا حسيت الزمالك ممكن يبقى أحسن من كده في الماتش. يبقى عنده روح شوية، عنده غيرة، عنده دم شوية، يلعب على الكورة، يلعب برجولة، فاهمني؟ ما حسيتهمش الصراحة. حسيتهم عيال يعني، أطفال، فاهمين؟ حسيتهمش عايزين يكسبوا، ما حسيتوش عندهم روح والقتالية والندية، ويقاتلوا على كل كورة زي لعيبة الأهلي، فاهمني؟ حسيتهمش أي أحسن حاجة الصراحة يعني. ولا عايزين يكسبوا ولا عايزين يعملوا أي حاجة، نازلين ماتش منهزمين كده، اللي هو الأهلي كده كده هيكسبنا، فاهمين؟ فبصراحة أنا اتوسطت أوي يا عمور، وهارد لك ليكم معلش. الصراحة اللعيبة النهاردة ما كانتش أحسن حاجة بصراحة. ومعتمد جمال ما قدرش الماتش صح بصراحة كمان يعني. حسيته قدر الماتش بشكل غلط يعني، شوية يعني. فبس يعني ده كان قلت تعليق سريع على الزمالك. ما حسيتوش برضو اللي هو عامل الماتش الواو الفارق يعني. من اقل ماتشات الزمالك، وتقييمي ليهم كلهم صفار الصراحه، حتى اللي نزلوا يعني. ونيجي لتقييم اللعيبه، الفرص بتاعت الزمالك ضئيله كمان، فاهم؟ مفيش فرص برضو. انا كنت متوقع اقوى من كده من الزمالك الصراحه. ما اعرفش ايه اللي حصل له يعني. اخطر كورتين كان واحده لعبد الله شاطها كده، عدت فوق القايم بحاجات بسيطه، العارضه. وفي واحده تانية المنسي تقريبا، ولا عدي، شاطها فوق العارضه كانت حلوه برضو، بس لفت لفه كده. وضربة الجزاء تقريبا. بس هم دول تلات هجمات في الماتش، ما جوش بعديها يعني. دي تقييم اللعيبة. شوط أول شوط تاني. مهدي سليمان هديه 5. الونش وحسام عبد المجيد تلاتات، أو صفر صفر. محمد شحاتة هديه 4. لا استنى يعني، محمد شحاتة نص الملعب. فتوح 0. محمد إسماعيل هديه 5. شحاتة 0. ما حسيتوش عايز يكتف على كل كورة. ما حسيتوش هو في الدفاع برضه. ما حسيتهمش اللي هو فيهم النجاعة أو الخطورة أو الاختراق أو التقدم بالهجمة، فاهمني؟ ما حسيتهمش يعني. وعبد الله السعيد من أسوأ بصراحة لعيبة الزمالك في الماتش ده بصراحة.
لا كرة بيكسبها، لا كرة بيحاول يقطع، لا بيسدد، لا بيدافع، ما بيعملش اي حاجة. حتى الكورنرات اللي كانت بتجيلهم، كان في كورنرات تانية ما استغلوهاش برضو، فاهمني؟ حسيت عبد الله قليل قوي وبطيء، بطيء يا جدعان قوي. حد لاحظ النقطة دي ان هو بقى بطيء قوي؟ يعني هو بقى كبيره سنة. ده وجهة نظري، سنة وهيعتزل. لو لعب السنة الجاية وخلاص وخلصت على كده، او هيعتزل الموسم اللي جاي ده، مش عارف، وارد. وشفت لما وطلع الازازة، ما دي لو كانت في الاهلي كان زمان الاعلام والناس كانوا اتكلموا عليها، ما مسكتوش. لكن هنقول ايه بقى؟ لكن ده عشان في الزمالك وعبد الله نجم بقى بالنسبه لهم، فمش هيتكلموا، او في ناس هتتكلم. طبعا شفت في ناس بتتكلم عن الموضوع ده وما عجبهاش برضه من الزملكاويه يعني. فلا، لقطه غير ادميه يعني، ولقطه مش كويسه من عبد الله. هل هيعاقب بقى؟ الله اعلم. هنشوف بقى هيعملوا ايه الفتره الجايه. هو بالنسبه لي اخره هيبقى دكه يعني، مش هيتعاقب اللي هو يتغرم فلوس ولا حاجه ولا الكلام ده يعني. حاسه مش هيحصل له حاجه يعني. عبد الله كان سيء صفر بصراحه. بتزيرة من اسوأ اللعيبه كمان. بتزيرة كل كوره بيخسرها. ما عندوش نجاح زي الماتشات اللي فاتت، ما عندوش سرعه، ما عندوش اي حاجه. ما عندوش قتاليه في الماتشات اللي فاتت، وفاموس والحاجات الحلوه بتاعته دي فاهمني؟ ما حسيتوش الصراحه خالص يعني. من اسوأ اللعيبه برضو يعني. وكل كوره كان بيخسرها كوكا كان حاطه في جيبه، ايه، قافل عليه ضبه ومفتاح. مين تاني؟ نقول مين تاني كده اوداي. صفر، ما حسيتوش. هي الكرة الوحيدة اللي شاطها دي. وناصر منسي اللي انتوا طالعين بيه السما، هو ده ناصر منسي بقى بجد؟ هو ده ناصر منسي؟ هو ده الأسطورة؟ هو ده اللي انتوا عاملين عليه هو الليلة؟ هو ده؟ فينك بقى يا منسي؟ مفيش. ماتشات الأهلي بيختفي. كان أسوأ لعيبة كمان. منسي ما جاش، لا كل كرة بيكسبها، ولا بيدافع، ولا بيهاجم، ولا بيعمل أي حاجة، ولا بيشوط، ولا بيرفع، ولا بيسدد، ولا أي حاجة. صفر الصراحة. من أسوأ ماتشات منسي الصراحة في الدوري، مع الزمالك يعني. عمل ماتش سيء. نزل الشوط التاني ادم كايد، ادي صفر. نزل ايشو صفر. نزل مين تاني؟ نزل شيكوبانزا صفر. ما حسيتوش. كان بيخسر كور كتير. كان مش بيحاول. هم التلاتة دول ما بيحاولوش. ما فيش اي حاجة يعني منهم. وجودهم زي عدمه يعني. نزل مين تاني؟ مش فاكر. نزل محمد ابراهيم تقريبا ولا لا؟ نزل سيف الجزيري تقريبا. تقريبا مش متأكد. بس دي كانت تبديلات الزمالك. وفي حاجة أخيرة هنختم بيها قبل ما نروح للأهلي. الزمالك، هو الزمالك شاط فينا 14 تسديدة يا جدعان ولا ايه؟ انا شفت ال 14 تسديدة اتصدمت، قلت هو هم لحقوا شاطهم امتى دول؟ كلهم فوق المرمى اصلا لحقوا ازاي؟ انا من كتر ما الزمالك ما جاش الماتش ده، حسيت ان هو 14 تسديدة كتير. هم سددوا كل ده امتى فعلا؟ ولا عملوا كل ده امتى؟ لحقوا يعملوا كل ده يعني؟ مش عارف الصراحة يعني. بس يعني ما اهو لقيت 14 تسديدة اتصدمت انا واصحابي يعني. انا روقت لك الزمالك اهو يا عمار، اتمنى اكون مبسوط. وانتوا ما جيتوش الماتش ده وكنتوا سيئين قوي الصراحه. من اسوأ ماتشاتكم الصراحه في الدوري المصري بعد ماتش، لا ما فيش. كنت اقول لك ماتش انبي، بس ماتش انبي ما كانوش بالسوء ده يعني. سواء كانوا بيضيعوا فرص بس يعني الزمالك ده بالنسبه للزمالك. قلت اقول راي سريع فيهم كده. نقول بقى خش بقى على الاهلي ولاعيبه الاهلي الرجاله. الكلام على ضربه الجزاء. وضربه الجزاء دي كانت كمان نقطه تحول في الماتش يعني. لو كانت جت كان ممكن الزمالك يتعادل ويكسب عادي جدا، ما تستغربهاش. والدقيقه كانت دقيقه خمسة في الحاجه و50 او داخل على 60 حاجه كده في الرينج ده، فهي كان لسه بدري يعني. كان ممكن الزمالك يرجع. طبعا كانت نجيت بتتخصص ضيعها الحمد لله. نيجي بقى لعيبه الاهلي. شوبير شال اكتر من كوره، واحده انفراد، واحده ضربه الجزاء، وفي واحده ثالثه مش فاكرها. بقى شوبير 10. ياسين وهادي، الثنائيات بيكسبوها، الالتحامات بيكسبوها، السرعات بيكسبوها، كل حاجه ما شاء الله بيكسبوها. رجاله وحماس وجرينتا، فاهمين؟ الحاجات دي كانت غايبه في الاهلي. ما انتوا حلوين اهو يا اسطى. امال الماتشات اللي فاتت كنتوا فين؟ ما كنا هنكسب بيراميدز يا جدعان في ايه؟ كنا هنكسب بيراميدز والله. ليه بتحزنونا على حالنا كده ليه؟ ما كنا كسبنا بيراميدز وخلصنا 1-0 حتى. ينفع كده يعني؟ يلا اهو. بس انتوا كنتوا رجاله في الماتش ده. مين تاني؟ شايف بيكهام وكوكا عملوا ماتش عالمي دفاعيا وهجوميا شويه. شايفهم عملوا ماتش اللي عليهم والزياده وهجوم ودفاع، وبيحاولوا وبيكتفوا وبيروحوا وبيلعبوا لاجل الشعار، فاهمني؟ وبيرجعوا وبيروحوا. لا جامدين بصراحه. 10 برضو، الاتنين عشرات. نص الملعب بقى مروان،
10/10 مان اوف ذا ماتش كمان، بيحاول يقطع الكوره وبيباصي وبيروح وبيشوط فاهمني، وتحسن جامد قوي. نتمنى يستمر على الاداء ده. مروان من اللعيبه اللي انا بحبها، بس نفسي ان هو يلعب لقدام اكتر، بس هي مش بتاعته، بس نفسي يلعب لقدام اكتر فاهمني، هيبقى في حته تانيه. وامام عاشور ممكن اديه 7. كان كويس بس كان فزلكه في اخر لمسه دي، كان بيتفزلك فيها كتير قوي، فمحتاج يقلل الحته دي عشان يبقى كويس يعني، ويرجع امام اللي احنا عارفينه يعني. محتاج يقلل اللمسه الاخيره اللي هي الترقيصات والحاجات دي فاهمني. 7 كويس يعني، يجي منك يا امام، بس استمر اهم حاجه. تريزيجيه حسيته كويس، هديه 6. ما كانش واو بس كويس متوسط يعني فاهمني. كان بيحاول بتاع بيروح محاولات خفيفة يعني، وبس كان كويس يعني، محاولات مش كتير يعني، بس كان بيحاول. مين تاني؟ بن شرقي، ابويا بن شرقي. تحية لبن شرقي، بن قلبي الجميل. من هنا بحب اوجه تحية لبن شرقي، اقول له انا بحبك قوي يا كابتن، ونفسي تستمر مع الاهلي اكبر فترة ممكنة، وبعشقك، وتسلم على الجونين. انت تاريخي يا ابني والله، الجونين يدرسوا، جونين تاريخيين حلوين قوي الصراحة. ما شاء الله عليك بصراحة، ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك للاهلي، وتفضل مع الاهلي اكتر فترة ممكنة. انت لاعب تاريخي وعالمي، وانا بحبك بعشقك والله العظيم. 4 تجوان في الزمالك، انت عالمي، عديك كده خلاص. فاضل لك كام ديربي كمان وتعدي الشريف، ولا ايه هتعملها، ولا ايه؟ بن شرقي يا بن قلبي بن شرقي بن قلبي حبيبي، كل حاجه 10/10. اه يا موزة، ما تقولش عليه بن خرا تاني، ده من قلبي ها تحية رسالة ليك، ما تقولوش بن خرا، اسمه بن قلبي، اسمه بالاهلي، بن اي حاجه، بالحلوي بن اي حاجه، لكن بالخرا دي ما تقولهاش تاني فاهمني. من تاني؟ كان في مين مهاجم؟ بن شرقي تقريبا. كان في حد تاني؟ تريزيجيه، بن شرقي، تريزيجيه بن شرقي، تريزيجيه بن شرقي، تريزيجيه وبن شرقي. كان محمد شريف لعب؟ لا ما لعبش شريف. تريزيجيه وبن شرقي وامام تقريبا يعني. هو كان في نص الملعب، مش متذكر كان في لاعب تاني ولا لا، بس هم دول يعني تقييم اللعيبه 10 بن شرقي. نيجي بقى للعيبه اللي نزلوا. انتوا رجاله وما شاء الله، ربنا يحميكم على الثقه وكده. وبيكهام على فكره كان في كذا كوره بيحاول وبيطلع بالهجمه حلو برده، دي نقطه تحسب له كمان فاهمني. فشابوه عليه، انا مبسوط بالاهلي وفرحان ان احنا كسبنا 3-0 في الديربي، وعملنا ماتش تاريخي عالمي الصراحه. نيجي لتقييم اللاعيبه اللي نزلوا. بن رمضان ما حسيتوش، ممكن ادي 3. مروان عثمان 3. زيزو، يا زيزو 0. يا زيزو انت نازل مكشر ليه يا زيزو؟ ما تلعب كوره يا عم بقى، خلقنا من ابوك بقى ولا امشي يا عم. انت نازل في ايه؟ ما تجيب جول انت كمان يا عم، يا جيت عليك. العب كوره بقى لاجلك واجل ناسك والجمهور اللي جاي في عشان الجمهور وعشاننا. ليه بتلعب الكوره وانت مش طايق نفسك كده يا اسطى؟ ليه الرخامه؟ ليه بجد؟ لعيب مقرف، ومشلضم وشه وعمال فالح يعمل لي بتسريحه بشعره وبتاع وكده فاهمني. لعيب موديل قوي في نفسه فاهمني، مش حاسه يعني. نزل مين تاني؟ نزل بن رمضان 3 قلنا، ونزل مروان عثمان 3، وزيزو حتى نزل. في حد اتصاب تقريبا ونزل مكانه حد، مش متذكر. الشوط التاني، في بداية الشوط التاني تقريبا. ونزل أحمد عيد، نزل أحمد عيد. فانتوا رجالة وعاش عليكم، عملتوا ماتش حلو، والأهلي في الفرص كان جميل، والخروج بالكرة كان حلو، والاستخلاصات كانت حلوة، والدفاع حلو، والحراسة حلوة. ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم ويحفظكم. واتمنى تستمروا، حتى لو اخر الدوري مش هناخد دوري، بس تستمروا بالاداء ده فاهمني. ان شاء الله يعني ناخد الدوري، مع اني صعبة شوية، حاسسها صعبة، بس ان شاء الله ناخد الدوري. ومبروك للاهلاويه كلهم، عاش عليكم وعملتوا ماتش حلو. والاهلي استطاع ان هو يكسب في الديربي 3-0. وقلت لكم ماتشات القمه ما بتعترفش اسمه ايه ده، بمين احسن وبين مين الاوحش. شفت الاهلي نزل رقعهم 3، بس بحب الاهلي اهو. وبص شعار 1 2 3 4 5. بحب الاهلي وبعشقه الصراحه. النادي ده اللي مفرحني والله، النادي ده ما فيش زيه في مصر والله. ودايما الزمالك يفضل كومبارس الاهلي. تيجوا عندنا وتقفوا معانا، ما يتحسمش عليا الدوري قلنا. افهموا بقى ما ينفعش يتحسم عليا الدوري، احسموا على اي حد تاني الا انا، عشان ده الاهلي، ده كبيرهم، ده اللي علمهم. ده احسن نادي في مصر واحسن نادي في الكون، وهيفضل احسن نادي في الكون في اسوأ مواسمه برضه فاهمني. نيجي النقطة الأخيرة عايز أتكلم فيها. بحب الأهلي ودايما هفضل أشجعه وفخور بيه، ومش هسيبه أبدا في حياتي فاهمني.
واو، ورسالة أخيرة للجماهير، الجماهير الاتنين عملوا اللي عليهم، سواء تحية اللعيبة أو حماسهم وتشجيعهم والأغاني وأبو تلاتة والجماهير الأهلي. جماهير الأهلي عملت اللي عليها وزيادة. جماهير الزمالك كانت كويسة بس في منهم مشي، مش عارف ده صح ولا لأ. حد زملكاوي بقى يأكد لي في الكومنت. بس شكرا للجماهيرين، الجمهورين عملوا اللي عليهم وزيادة، وبحييهم. والدخلات كانت حلوة، بتاعت الزمالك كانت كويسة، بتاعت الأهلي كانت حلوة برضه. بس ده كان فيديو قلت اقول رايي في ماتش الاهلي والزمالك، ومبروك الاهلاويه تاني. اشوفكم بخير. كان معاكم عموري من قناه كان معاكم عمر من قناه كره للجماهير وعموري. اشوفكم بخير، بحبكم وسلام.